لا، انا بنهار لو الناس دي ما قدرتنيش او ما حدش شافني. وهنا بيتحول التقدير من اللي حوالينا من شيء جميل لمصدر لبقاء نفسي، لمصدر ان انا متشاف، واذا ما حدش قدرني انا يحصل لي حاجة او آه، ابدا افقد ثقة بنفسي. اهلا بيكم. أنا شهر شريف لايف كوتش، وهتكلم النهاردة عن ليه أوقات بنحتاج إن إحنا ناخد التقدير من اللي حوالينا. إزاي دايما أو ليه دايما في ناس كتيرة بتستنى التقدير من الناس اللي حواليها. انتظار التقدير من اللي حوالينا الحقيقة مش ضعف في حد ذاته ولا شيء يعيبنا، إنما هو حاجة طبيعية جدا. آه، كل بني آدم بيحب إنه يتشاف، يتسمع، ويتحس إن وجوده مهم وله معنى. إنما المشكلة بتبدأ أو الألم بيبدأ لما ما يكونش التقدير ده مجرد احتياج إنساني طبيعي، إنما شرط داخلي للشعور بالقيمة. بمعنى تاني، أنا مش بس بفرح بإن الناس تقدرني، لا، أنا بنهار لو الناس دي ما قدرتنيش أو ما حدش شافني. وهنا بيتحول التقدير من اللي حوالينا من شيء جميل لمصدر لبقاء نفسي، لمصدر ان انا متشاف، واذا ما حدش قدرني انا يحصل لي حاجة او آه، ابدا افقد ثقة بنفسي او اشكك في وجودي حتى. طيب ليه بنتعرض او ليه بيحصل لنا الموضوع ده؟ الحقيقة فيه شوية أسباب. أول حاجة إن أنا أصلا ما بنتش الصورة الداخلية بتاعتي عن نفسي. أنا أصلا مش عارفة أنا مين. ما اتعلمتش من وأنا صغير أو ولا حتى وأنا كبير إن أنا قيمتي ثابتة. أنا اتعلمت إن قيمتي من رد فعل الناس. يعني مدح، قبول، رضا، اهتمام، حتى لو اعجاب. انما لو ده ما حصلش انا ما بشوفش قيمتي، فدايما ببقى بسعى ان انا اوصل للتقدير من الاخرين باي طريقة. فبكبر وانا مش واخد بالي انا لازم ابقى راضي عن نفسي ولا لا، انا ببقى واخد بالي كبني ادم ان انا لازم اللي حواليا يكونوا راضيين عني وموافقين عليا وقابليني. وده في علم النفس بيتسمى حب الذات أو تقدير الذات المشروط. أنا ما بقدرش نفسي داخليا كمان إلا لما الناس تقدرني. مش هشعر بقيمتي إلا إذا الشرط الخارجي ده والناس اللي بره دول قدروني، أو عملت حاجة خارجية تبهر الآخرين، نجاح دراسي، نجاح مهني، رضا الناس حواليا، إعجاب الآخرين بيا، انبهار الآخرين بيا. كل ده لمجرد إن الناس تشوفني فأنا أستمد التقدير حتى لو أنا مش شايف نفسي. والحقيقة مصادر كتير بتقول إنه اللي بيعتمد على الآخرين بتبقى عنده هشاشة نفسية عالية جدا، لأنه تحت رحمة حاجة لا يملكها. أنا رضاي عن نفسي تحت رحمة اللي حواليا. كمان ممكن يكون سبب من ده إن أنا حبي القديم من اللي بيرعوني بيربوني، أول علاقاتي كانت مشروطة. مشروطة بانها ما كانتش حب واضح ولا امن، كان حب عشان ما تقليش بصراحة انا بحبك، ولا تقلي بصراحة ان احنا مش هنحبك. انما بتبقى محسوسة للطفل ان احنا مش هنحبك الا اذا نجحت، الا اذا سمعت الكلام. لما ابقى انت شاطر عشان سمعت كلامنا، انت شاطر، احنا بنحبك عشان انت نجحت. فنبدأ نحس ان احنا حبنا ده مش بس عشاننا، احنا بنحب عشان مجهودنا. وكمان لما نغلط يبدأوا ينسحبوا عاطفيا، مش يزعلوا يفهمونا ان احنا زعلانين من الغلطة، لا احنا مش بنحبك. كمان لما نبدأ نتنازل عن احتياجاتنا، لأنه أوقات لما نطلب احتياجاتنا نبدأ نتهاجم، ده مش وقته، أو كفاية اللي عندك، أو أنت أناني. فبرضو دي نوعية من المشاعر اللي بتترجم عندنا كأطفال
ان احنا حبنا مشروط. فبنتعلم ان الحب الطبيعي بتاعنا مش حق، ده مكافأة عن آه، طاعتنا وسكوتنا عن حقنا او نجاحتنا، يعني مكافأة تستحق ويبذل فيها مجهود. فتتولد جوانا معادلة مؤلمة جدا: انا محبوب على قد ما اللي حواليا راضيين، مش انا محبوب عشان انا استحق ولا انا بشوف نفسي. وعشان كده لما بنكبر بنطلب التقدير مش عشان احنا متدلعين او تافهين، الحقيقة لان في جوانا طفل عادة بيكون لسه ما شبعش من الحب وخايف ان يكون الحب ده ممكن يروح، فعايز دايما يطمن ان الحب ده موجود وانه ما راحش. كمان لو انا شخصيتي سبب من اسباب السعي لتقدير الذاتي من الاخرين او الشعور بالتقدير الذاتي من الاخرين، ان انا ما بصدقش قيمتي، ما بحسش بانجازاتي، لازم حد غيري يقول لي انت انجزت. عندي انجازات ومميزات لكن ما بحسش بيها من جوايا، جوايا في فراغ لاعتراف داخلي بانجازاتي. ممكن اسمع مليون كلمة مدح انما لا تستقر، ما بصدقهاش، وتيجي كلمة نقد واحدة تهزني من جوه بالكامل. مش لان النقد اقوى من المدح، لكن لان جوه اصلا مش مطمن. وهنا بتيجي حكاية التقدير الخارجي دي، أو مشاعر التقدير الخارجي دي زي المسكن، حاجة بتطمني مؤقتا، بتريحني للحظة، لكن للأسف هي مش بتعالج الجذور. كمان لأني اعتدت على وجودي المفيد عشان أتحب، وجودي المنجز عشان أتحب. مش هحس زي ما كنت بقول في السيشن اللي فاتت، مش هحس بقيمتي أبدا إلا إذا كنت في حالة عطاء مستمر، بساعد باستمرار، بنقذ اللي حواليا، بتحمل أكتر من طاقتي، بسامح على كل اللي بيغلط في حقي، بضحي، ببدي احتياجات اللي حواليا أكتر من احتياجاتي. في ظاهر الأمر بيبان إن أنا إنسان كويس، عطوف وحنون ومضحي، إنما هو ممكن يكون أحيانا كتير خوف من فقدان المكانة. هكون إيه لو ما عملتش ده؟ او اكون بقول رساله لجوايا انا حساها او حاسسها كبني ادم: لو انا مش مفيد الناس دي هتفضل حواليا ولا لا؟ ويفضل هنا التقدير من اللي حواليا الدليل الوحيد عندي ان كل عطائي ما راحش ببلاش، او الناس ما قدرتوش. لازم الناس تقدر عشان احس ان عطائي ده له قيمه. يعني انا مش بدي عشان قيمه العطاء في حد ذاتها، انا بدي علشان الاقي التقدير من اللي حواليا. كمان لما يكون عندي خلط بين التقدير والحب، يعني لو حد ما مدحنيش يبقى بيكرهني؟ لا طبعا. لو حد ما خدش باله من مجهودي يبقى قصد يمحيني ويلغيني وما يخليليش وجود. فانا هنا بخلط التقدير بالحب، لان انا مش قادره اميز. لازم الناس كلها تبقى مبهوره، طب ولما ما انبهرش لا ده انسان مش كويس. الشخص اللي بيبقى جواه حاسس بجوع ناحية التقدير بيشوف السكوت عن الإنجازات نوع من الرفض، بيشوف الانشغال إهمال. لو ما ردتش على المسج على طول أنت مهمل أو ما بتحبنيش أو مش مقدرني، لو ما ردتش على التليفون على طول نفس الطريقة. بيعتبر ان الانشغال اهمال وغياب الامتنان دليل على ان انا بلا قيمة او لم تقدر مجهوداتي. وده بيحصل لان اللي جوه بيبقى مش بيدور بس عن كلمة شكرا، الحقيقة بيدور ان انا جوايا رسالة اعمق: انا محتاج اتشاف، انا محتاج ابان اني مهم، انا محتاج ان تعبي يتقدر، انا محتاج ان وجودي ما يكونش عادي. كمان احنا كبني ادمين دايما عندنا يعني رغبة أو احتياج حقيقي بالانتماء. احنا لازم ننتمي لمجتمع، فأنا احتياجي للانتماء ده لم يشبع بطريقة آمنة. في علم النفس الإنسان بيحتاج لثلاث حاجات مهمة: الاستقلالية والكفاءة والانتماء. لما أنا ما أحسش بالانتماء إلا لما أدي، لما أعمل، من الناس اللي معايا دول يرفضوني إلا إذا جبت لهم حاجات كتير، يفضل جوايا شعور بالانتماء غير آمن. فبقى حاسة دايما إن أنا محتاجة تعويض خارجي يثبت لي إن أنا مقبول وليا قيمة. علشان كده بيبقى انتظار التقدير مش احتياج للمدح، إنما محاولة لتعويض احتياج كبير
بالأمان والارتباط والانتماء لناس، لمجموعة، لأهل، لعيلة، لأصحاب. كمان ممكن يكون سبب الاحتياج للتقدير من اللي حواليا إني خايف أو خايفة إني ما كنتش متشافة كويس أو متشاف كويس. آه لأن في فرق بين شخص بيحب التقدير وفي شخص بيخاف من عدم التقدير. الأول بيفرح إنه تقدر، التاني بيخاف إنه ما يتقدرش وينهار لو ما تقدرش، وإزاي الناس ما حستش باللي أنا عملته. وهنا الجذر الحقيقي لده بيبقى الخوف من الاختفاء. أنا عايزة أكون موجود، أنا عايزة أكون متشاف 24 ساعة. بتبقى نتيجة إنه مر بفترات كتير كانت مشاعره مش مهمة، مش متقدرة. ممكن جدا يكون مستعيلة كبيرة فالناس مش واخدة بالها من بعض. ممكن يكون آه، أو وسط مجتمع كبير فالإنجازات ما كانتش بتبان، أو الناس بتنجز كتير جدا في حياتها فهو إنجازاته كانت متواضعة بالنسبة لهم فبرضه ما تشافش. أو الاحتياجات المؤجلة، ايا كانت، المهم انه ما تشافش لفترات طويله، فبيفضل دايما احتياجه للتقدير من اللي حواليه مش رفاهيه، ده اثبات وجود وان انا اتشفت. كأن حد بيقول خلي بالكم مني لاني تعبت من الشعور بان انا مش متشاف. كمان السوشيال ميديا زودت احتياجنا للقياسات الخارجية. احنا بنشوف الناس حوالينا. الناس كانت حوالينا زمان دايرة محدودة، دلوقتي لا، احنا بنعيش بالأرقام وباللايكس وبالكومنتات اللي بتتقال والمقارنات. وده بيخلي دايما الواحد هو اللي انا عملته ده الناس شافته، هو الناس قدرت تعبي، انا الناس اعجبوا بيا. افضل دايما جوايا حتة فاضية محتاجة تتملي من اللي حواليا، لان الحقيقة بفضل متعلق بدل ما استقر من جوه. كمان ممكن أكون من الناس اللي مش رحيمة مع نفسها، بتجلد نفسها أكتر من اللازم، فبحتاج رحمة من اللي حواليا. ما بقدرش مجهودي أبدا فبحتاج إن اللي حواليا أكدوا لي إن اللي أنا عملت مجهود. ما بحتويش ضعفي، ما برحمش ضعفي ولا غلطاتي، فببقى مكسور جدا قدام نفسي فمحتاج حد يسندني. عشان كده ما بستحملش أي نقد أو أي نوع من التجاهل أو أي نوع من عدم الرؤية أو من عدم التقدير. والحقيقة هنا المشكلة بتبقى إن أنا مش مصدر أمان داخلي لنفسي، أنا مش عارف أطمن نفسي فدايما مستني اللي حواليا يطمنوني، فإذا ما طمنونيش بحس إن أنا ممكن أضيع، ممكن أنهار. طيب، ازاي نقدر نميز ده في حياتنا؟ ازاي ابقى اعرف هل انا من الناس اللي دايما عايزه تقدير من اللي حواليا ولا انا انسان عادي؟ لو انا حسيت ان انا مخنوق ومتضايق لو ما حدش شكرني، لو انا براجع كل كلام الناس وتعليقاتهم وافضل اقول واعيد وازيد قالوا وشافوا وبصوا واتكلموا، لو انا بعمل حاجات كتير فوق طاقتي، يبقى أنا بستنى التقدير من الآخرين علشان بس الناس تقدر وتعترف بمجهوداتي. لو أنا بحس بالغصة والمرارة لو الناس ما حستش بالتقدير لمجهودي وتضحياتي، لو أنا بخاف من الرفض، لو أنا عندي حساسية عالية للنقد أو إن الناس ما قدرتنيش، لو أنا ما بعرفش أقول لأ بسهولة، لو أنا مودي أو مزاجي بيرتبط بالناس قالت عليا إيه أو الناس خدوا بالهم مني أو ما خدوش بالهم مني، لو انا حسيت ان انا ماليش قيمه الا اذا بذلت مجهود اكتر من اللازم وكنت مفيد اكتر من اللازم وبدي للناس وافضل اعرض في خدماتي واعرض في عطاءاتي، كل ده لو بعمله يبقى انا من الناس اللي منتظر التقدير من الاخرين. طيب، اخلص من ده ازاي؟ كمان حاجة مهمة بتخليني برضو أعرف لو أنا بحس قوي باللي يمس كرامتي. كمان دي نقطة الحقيقة. لو أنا بحس حساسة قوي لأي حد ينقدني ده بينتقد كرامتي، حساسة قوي لو حدش اداني الاهتمام وأكون أنا الشخص الأكثر أهمية في أي تجمع بيلمس كرامتي. كرامتي شيء كبير قوي قوي في القياسات، وابدا اعمل عليها خناقات، ابقى انا بستنى تقدير من الاخرين لاني دايما عايز الناس تحطني في المنطقه اللي انا مش عارفه احط نفسي فيها. نرجع نقول ليه، ازاي، قصدي ازاي احنا ممكن نتحرر من الشعور بالاحتياج المبالغ فيه من التقدير من اللي حوالينا. اول حاجة، مش مطلوب مننا ان احنا ما نطلبش من الناس تقدر تعبنا، ولا مطلوب ان احنا نتنازل عن تضحياتنا، انما كمان مش مطلوب ان التقدير يبقى هو الحاجة الوحيدة اللي بتثبت وجودي، ولا الحاجة المهمة اللي من غيرها هتدمر.
قبل ما اشوف كده اسال نفسي بقى، ايه اللي انا بعمله عشان الناس تشوفني اصلا؟ يعني انا بعمل ده ليه؟ عشان الناس تشوفني؟ بعمله ليه؟ طب ايه اللي بعمله لنفسي؟ طب ليه بحس ان انا اذا ما بذلتش مجهود ابقى ما استحقش الحب؟ وامتى حسيت بالاحساس ده؟ طب مين الناس اللي في حياتي اللي مستني منهم يعترفوا بجميلي ليهم وما بيعترفوش؟ طيب هو انا بطلب التقدير من الناس ولا انا بطلب ملو الفراغ الداخلي والجرح القديم اللي جوايا؟ طيب اساسا بقى انا شايف مجهودي؟ بشوف انا بعمل ايه؟ بشوف الانجازات اللي عملتها في حياتي ولا انا ما بشوفش انجازاتي؟ فعشان كده طول ما انا حاسس ان انا مش انسان ليا قيمة، فلما الناس ما تقوليش ابدا اصدق ان انا ماليش قيمة. عموما التعافي بيبدأ لما اقدر اقول انا بشوف تعبي وبقدر محاولاتي حتى لو فشلت. حتى لو فشلت، الفشل جزء من النجاح. انا مش مضطر ان انا استهلك نفسي عشان الناس تحبني. تقدير الناس جميل وكل حاجة، بس ده مش مصدر قيمتنا الوحيد. كمان اتعاطف مع نفسي لان لما ما بتعاطفش على نفسي بيبقى عندي قصور في التوازن، وبغرق في النقد الداخلي والعزلة وما اعرفش ابقى بني ادم الكوميونيكيشن بتاعي كويس. الحقيقة أحيانا ما بنستناش التقدير علشان إحنا مغرورين، لكن عشان تعبانين أو لأن جوانا جزء آم، إدى كتير وسكت كتير وتحمل كتير وما سمعش كلمة أنا شايفك أو أنا حاسس بيك. لكن برضو النضج النفسي لازم يخلينا نبطل نتوسل للناس، أو نتوسل عاطفيا إن إحنا الناس تحسسنا بقيمتنا، او ان احنا ما نحسش بقيمتنا الا اذا حد قال، واذا حد ما قالش احنا ما عملناش. لازم نبني علاقة الاول مع نفسنا اساسها الرحمة والتقبل والثبات وتصديق ان احنا بنبني وان احنا بنقدر نعمل حتى لو حاجات بسيطة. ما تقارنوش نفسكم بانجازات الاخرين، قارنوا نفسكم كنتم ايه وبقيتوا ايه. التقدير الخارجي جميل بس عمره ما يبني نفس مستقرة ولا هادية، لأن اللي مش هيشوف نفسه من جوه هيفضل محتاج إن الناس كلها من بره تقول له إحنا شايفينك. دايما هيعيش في شعور الاحتياج. تحياتي.